فين 200 جنيه في الدرج انت اللي خدتها؟ يا خبرك صباح فل يا قلبي. صباح عليك يا اخويا، اللي جيت في وقتك. اتعب وخليك واقف دقيقتين، اروح بس اجيب طلبات من المخزن وهاجي. عيني يا قلب، بس ما تاخرش بالله عليك عشان سابق الكرفان لوحده. يا بنو، ايه اللي مقعدك هنا؟ والله يا استاذ كورولوس برام قال لي خليك قاعد هنا لغايه ما نخش نجيب حاجات من المخزن وجاي. في المخزن؟ طيب ماشي. اوعى ثانية طيب كده. بس حبيبي يا ابو، حبيبي تعال ازيك حبيبي. ايه ده؟ خد يا بنو، خد لك يا بنو. الوقت يا بنوب لما سبتك ومشيت كان في 200 جنيه في الدرج، راحت فين؟ مفيش حد يجي جنب الدرج غير استاذ كورولوس، جه خد منه حاجه ومشي. كروليس، هو جه امتى كروليس يا بنوب؟ ايوه يا برام، وانت في المخزن جوه رن عليه واسال. ارن عليها اسال، يعني جت من رنه؟ ايه يا برام رن عليا في الحر ده ليه يا برام؟ في 200 جنيه في الدرج انت اللي خدتها؟ ايوه هو اللي خدها يا استاذ برام. انت بتتكلم ليه وانا جيت هنا اصلا؟ صدقني يا استاذ ابراهيم، هو اللي خد الفلوس. صدقني هو اللي فتح الدرج وكان هنا من شويه. مش مصدقني؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي ما جيتش وانت ما خدتش، يبقى ما فيش بيني وبينكم غير الكاميرات وانا لسه مصلح واقف مصروف في مرايتي، حبايبي قتلوني في حكايتي بحاول